مساء الخير حبايبي المتابعين في كل مكان. معاكم نادي من قناة نادي إلكترونيك 2. النهاردة معانا فيديو لسخان غاز 10 لتر. تمام. المشكلة كبيرة وتابع معايا عشان تستفيد. هتعرف المشكلة في آخر الفيديو وازاي بنعملها عشان المشكلة دي شائعة، ودايما ناس كتيرة بتقع فيها يعني. تمام. طبعا النهاردة أنا يعني بصراحة نسيت أصور الأول وأنا بفك، فمعلش سامحوني. آه، فكيته قبل ما أصور، فافتكرت إن أنا لازم أعمل فيديو عشان الناس تستفيد. فأنا دلوقتي فكيت، فأنا هطلع السربنتين أهي. ماشي. فسامحوني ان انا ما فكتش معاكم. طبعا في حد جه يفك اللي بتاع السخان، اللي هو بتاع الماء السخنة، فراح عصر الماسورة زي ما انتم شايفين. فاحنا بنحاول نطلع عشان نوريكم المشكلة. معلش سامحوني، انا بصور لوحدي وبفك بايدي وبصور بايد. دي السربنتينة. تمام. هنا طبعا المكونات بتاعة السخان دي الميكانيكا، وديت الكهرباء، ودي السربنتينة طبعا، ودي بتاع الشعلة، ودي الفواني. والنار بتطلع من هنا، بتبقى في الفرن دوت. ده الفرن بتاع السربنتينة. الغاز النار بتبقى بتضخ جواها. ودي بتاع المياه السخنة. هنا النار بتضخ في المكان ده. ده الفرن. النار ما بتضخ جواه، فالمية بتمشي حوالين المواسير، بتمشي في الماسورة يعني. من البارد تطلع، ده البارد، تمشي المية وتطلع من هنا سخنة. ده بتاع المية السخنة. تمام. جه يفك من هنا، طبعا راح عصر الماسورة. وديت الماسورة اللي هي معصورة، يعني بص متطبقة ازاي. تابع معايا هتستفيد، واقولك على اللي انت تفرض تعمله وانت بتفك طبعا اللي. فهنقطع من هنا طبعا. هنا دي المية الباردة بتخش من هنا، بتمشي في المواسير، طبعا بتطلع من هنا مية سخنة. فطبعا هنا مخنوقة اهي زي ما انتوا شايفين معصورة. فطبعا المية مخنوقة، فصاحب السخان قالك لا، ده اكيد باظ يعني، السخان ما بينزلش مية، ففي مشكلة كبيرة. فطبعا هي فعلا مشكلة كبيرة ان انت يعني بوظت السخان، يعتبر عصرت الماسورة. ودي جزء يعني مهم في السخان نفسه يعني. بس فاحنا هنا هنفك طبعا، وهنقطع وهنلحم وهنظبط الدنيا. تابعني للنهاية وانت هتشوف كل حاجة. احنا هنا قطعنا طبعا الماسورة، الحتة اللي هي البايظة من عند اخر الحتة البايظة، عشان استفيد بالجزء ما عشان الماسورة لو انا قطعت لتحت شوية طبعا هتقصر. فانا مش عايز اقصر الماسورة ومش عايز ابوظ الدنيا، فانا رحت قاطع على اخر الحتة البايظة. تمام. وهنا برضو هقطع كده. ماشي، هتشوف دلوقتي هقطعها برضو ازاي بالصاروخ. دلوقتي انا بقطع بالصاروخ اهوت، بسيب حتة
موجودة في الصامولة عشان اعرف الحم التانية. يعني انت متقطعش للاخر، يعني انت ممكن تقطع للاخر وتبوظها، لكن لا، لازم تسيب حتة اهيت، عشان الماسورة اللي انا جايبها الصغيرة ديت لازم تخش فين؟ في الماسورة اللي في الصامولة. ايوه كده، وتدق طبعا زي ما انا بعمل كده. اه، نصيحة لو انت في البيت انت مش عارف تلحم، وما عندكش امكانية ان انت تلحم، وما عندكش امكانية ان انت تقطع، انت ممكن تفك السربنتينة وتوديها لواحد بتاع لحمات. ماشي، وافضل ان تاخد السخان كله وتروح تفك طبعا، وتاخد السخان كله، عشان تقيس الماسورة ازاي. وانت هتشوفها دلوقتي في الفيديو ان انا بقيس قبل ما بلحم الماسورة في الناحية التانية. قبل ما الحم الماسورة في الناحية التانية بعمل ايه؟ بقيس المسافة، عشان ده في ابعاد معينة للماسورة تبقى موجودة فيها، عشان لو هي الماسورة قصرت فطبعا الدنيا هتبوظ يعني. بص كده، انا لحمت هنا الماسورة اللي انا وريتها لك، كنت بلحمها لحمتها تمام. وهوريك دلوقتي انا هقيس الماسورة ازاي في السخان، يعني قبل ما الحم الجزء التاني، انت فاهم؟ انت لو تابعت الفيديو واحدة واحدة وتابعت، يعني انت مثلا فكك السخان وتابعت الفيديو مع مطابقة مع السخان اللي عندك، فانت طبعا اكيد هتوصل للنهاية ان انت تعمل حاجة كويسة يعني. تمام، بص انا دخلت الماسورة اللي انا لحمتها في الماسورة التانية، فطبعا الماسورة اللي هي الصغيرة اكبر سنة من الماسورة الاساسية اللي هي بتاعة السخان. ليه؟ عشان الماسورة ينفع يخشوا ببعضيهم. تمام، دلوقتي انا قست طبعا، دخلت السربنتينة وقست. دلوقتي انا طبعا بعد ما قست وخدت مقاسي بالظبط، رحت جاي لحمت بلحم اهو. تمام، لازم يكون لحامك كويس عشان ما يسربش ميه. ممكن يكون مثلا في حته مش ملحومه حلو، مكان مش ملحوم كويس، فطبعا طبيعي ان هينزل ميه، كانك انت ما لحمتش، يعني كأن هو بيتنزل ميه، فطبعا الدنيا هتبقى ايه، هتبوظ يعني. فطبعا هتقعد تركب وتفك، فانت طبعا لازم تختبر السخان برضو، تختبر السربنتينة دي وهي ايه قبل ما تركبها في السخان، عشان مش كل شوية تفك وتركب. تمام، طبعا احنا عندنا في الورشة امكانيات، طبعا بنلحم ونفك ونقطع ونعمل، لكن انت في البيت ما عندكش امكانية طبعا ان انت تلحم. انت ممكن تفكه لكن ايه، مش هتعرف تلحمه. فانت ممكن تفك السخان وتاخد السربنتينة زي كده، وتاخد السخان نفسه وتروح عند حد بيلحم نحاس. تمام، او فني بتاع سخانات جنبك ماشي. تمام، بس يعني انا برضو بوريك اللي انا بعمله ده، عشان انت برضو تستفيد، ان انت تاخد خلفية جامدة ان انت عرفت تعمله في بيتك. تمام، ما عرفتش روح لورشة، مفيش مشكلة، بس انت كده انت اسمك خدت معلومة، عشان ما حدش ايه يضحك عليك ولا يقولك ايه حاجات ممكن ما يكونش يعني عملها. ف فكل اللي انا بعمله بس عشان انت تستفيد، مش اكتر. تمام، دلوقتي انا لحمت طبعا و... وبقفل اهوت. تمام، وانا بشكركم وبشكر كل واحد آه، اشترك في القناة، كل واحدة، وبشكر كل اخ وكل اخت بيتابعوني. دعمكم لينا هو اللي بيشجعنا ان احنا ننزل فيديوهات،
عشان كلنا نستفيد مع بعض. طبعا انا هقولك المعلومة اللي انا كنت بقولك عليها من شوية، اللي انا هقولك عليها. انا بركب دلوقتي اهوت ماشي، فلازم الماسورة نفسها اللي بشاور عليها ديت لازم تتأمن كويس عشان متكسرش منك تاني. وفي نفس الوقت كمان وانت بتفك تحط مفتاح من فوق ومفتاح من تحت، يعني مفتاح يفك اللي بتاع السخان، ومفتاح يمسك الماسورة نفسها عشان ما تلفش منك وتتعسر منك. تمام. دي معلومة يعني يا ريت كلنا بس نركز فيها عشان ما يبوظش السخان بتاعك. تمام. حتى لو انت سمعت الفيديو قبل انت ما تفك يعني وقبل ما تبوظ حاجة، يا ريت يعني تسمع وتستفيد. يعني مش هتخسر حاجة. يعني مثلا انا ماسك مفتاح اهوت تمام، المفروض ان انت مثلا دي ماسورة يعني معروف ان هي مفتاح واحد هو اللي اللي بيربط الماسورة دي، ان هي ما فيهاش مكان تاني امسك منه يعني. فطبعا المفروض ان انت تمسك لما يكون ليها مجال مسمارين، مفتاحين تمسك بمفتاحين.